السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل عصير. هو منه رمضاني اكتر، دايما نعمله في رمضان بزيادة. فان شاء الله نعمله في الصيف برضو، مش هقول لا. منعش جدا ومرطب في الجو الحر اللي احنا فيه ده. انا معايا هنا ورقة من الكركديه، ومعايا لفة من التمر الهندي. تمام. هي كانت متبقية ما عندي برضو من رمضان، فبدل ما تخسر هنستخدمها. ما خدت منها تلتها، والورق والباقي لفيته في ورقته كده عادي، وهعينه تاني في التلاجة. تمام، عشان ما يخسرش. هحطه التلت اللي انا قطعته ده، هحطه في قلب الحلة. حلة صغيرة كده، هحط فيها التلت ده واكون مغلي مية. تمام، هحط عليه المية مغلية، هنقعه فيها يعني. تمام. ومفيش مقدار معين، هو عينك ميزانك. بالشكل ده هحطه كده الكمية اللي انا عايزاها، وهنقعه فيها واغطي عليه واسيبه لحد ما يهدى. بعد كده هدخله التلاجة. طبعا الجو حر، فاحنا مش عايزينه يبوظ بره التلاجة، فلما يبرد خالص بدخله التلاجة لتاني يوم. وده تاني يوم جبت شوية من ورق الكركديه. وهنا كده ده التمر الهندي، هو منقوع لسه، انا ما صفيتوش ولا حاجة، هو لسه في قلب الحلة. تمام. هحط عليه ورق الكركديه وارفعه على النار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هقلبه كده تقليبه على السريع، واسيبه يغلي لمدة 10 دقايق. تمام، عشان يخرط الورد الكركديه، يخرط مع التمر. تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هسيبه بقى يغلي لمدة 10 دقايق كده. بعد ما غلي هطفي عليه واسيبه يبرد خالص عشان اعرف اصفيه. انا كده كده هرده على النار تاني وانا بحط السكر، يعني يهدى كده علشان اعرف اصفيه، لاني طبعا هعصر الورق الكركديه والتمر. فعشان اعرف اتملك انه عصره فلازم يكون هادي شويه من الحراره. كده بعد ما هدي شويه انا هصفيه كده. وكده التمر والكركديه نزلوا في قلب الصفايه. هضغط عليهم بالشكل ده، ومع شويه ميه جنب كوبايه ميه، حبه بحبه كده انزل عليهم كده واعصر، او ممكن تعصريه بايدك. تمام، لحد ما تخلصي وتستخلصي على قد ما تقدري الكميه اللي انت عايزاها من الورق ده. كده بعد ما خلصنا وبعد ما صفيناه، ده الورق وبذور التمر، وده الخلاصه بتاعته. تمام، هنرفعها على النار تاني. بعد ما خلصنا هناخدها بقى ونرفعها على النار تاني، ونضيف السكر. تمام، كده بالشكل ده رفعناه. هنحطه على النار، وهنزل بكوبايه سكر، اللي هي كوبايه بتاع الشاي اللي موجوده في كل بيتي. تمام، وهدوقي السكر بتاعه عامل ازاي. يعني ما تحاوليش ان انت تضيعي مزازته، وفي نفس الوقت ما تكتريش السكر بزياده خالص. تمام، يبقى طعمه حلو، وهيديكي ميكس حلو ما بين التمر والكركديه. انا حطيت شعره من الفانيليا، انا حطيت هنا كوبايه ونص من السكر. يعني انا مفيش معيار معين انا حطاه. تمام، والسكر ده حسب رغبه كل واحد، بس انا بالنسبه لي كده كان السكر ممتاز، والعصير ممتاز جدا. تمام، حطيت شعره فانيليا هنا وطفيت النار، وهسيبه لحد ما يهدى خالص، وبعدين اعبيه بقى في الدرق بتاع العصير. تمام، بالشكل ده كده هو برد. هعبيه بقى في درق العصير كده، ونصفيه ونحطه طبعا في التلاجة يسقع طبعا، وبعدين نقدمه عادي. تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ولو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد.